السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. هنعمل فيه الجلاش بحشوة الكريمة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتوا عارفين ما ينفعش يجي علينا رمضان من غير ما نعمل وصفات كتير جدا للجلاش. وطبعا احنا عملنا وصفات كتير جدا على القناة، والحمد لله كانت كلها ناجحة، وكل اللي جربوها عجبتهم جدا. وكمان كل اللي بيجربوا الوصفات بتاعتنا في البيت بتنجح معاهم من اول مرة. وده طبعا لاننا بنتكلم على كل التفاصيل اللي تخص الوصفة، وما بنسيبش كده ولا تكاية علشان تطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تابعوا معايا بقى الفيديو للنهاية وما تجروش الفيديو، علشان طول الفيديو بتكلم على تفاصيل ونقط بسيطة هتفرق معاكي جدا في الوصفة النهاردة. شايفين الجلاش بتاعنا مورق ازاي، والطبقات كلها واخده لون موحد ومستويه وهشه وخفيفه جميله جدا. هنتكلم على سر التسويه المظبوطه عشان يطلع معاكي بالجمال ده. وكمان هنعمل الفستق الكداب في الفيديو زي ما عملته لكم في فيديو منفصل لوحده قبل كده. تابعوا بقى معايا الفيديو للنهايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. ان شاء الله هتستفادوا منها. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا معايا هنا نص كيلو من الجلاش اللي هي لفة الجلاش. باخدها بقى كده وافتحها واحطها ما بين الفوطة علشان ما تنشفش مني، واخد ورقة ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا حوالي كده نص كوباية من السمنة السايحة، او حوالي كده 3/4 كوباية على حسب الكمية اللي انت عايزة تحطيها. بدهن بقى ما بين الورق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة ندهن الورقة كويس جدا، ما نسيبش جزء ما ندهنهوش، لان السمنة هي اللي هتورق لي الطبقات، وهي اللي هتدينا اللون الموحد اللي انتوا شفتوه معايا كده في اول الفيديو. احنا عارفين طبعا الجلاش يعني سمنة بلدي، يعني سمنة كتير، اديله سمنة هيديكي افضل نتيجة. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. انا بحط كل ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاولي تظبطي الورق على بعضه بالظبط، يعني ما تكونش فيه ورقة اطول من التانية. كمان لو في ورقة مقطوعة كده حطيها ما بين الطبقات، يعني اعملي 3 ورقات كده سلام من تحت، ومثلا لو في اي ورقة متقطعة معاكي حطيها في النص، وبعد كده كملي الطبقات بتاعتك. انا قسمت لفة الجلاش اللي معايا على مرتين، هنشوف على مرتين ازاي دلوقتي. بس اهم حاجة زي ما انا بقولك كده، تدهني كويس جدا الورقة وتحطي الورقة التانية مسوية للورقة اللي تحتها بالظبط، ما يكونش فيه كده ورقة مش قد التانية، او ورقة طويلة وورقة قصيرة، لا كلهم على بعض محطوطين بالظبط كأنها لفة الجلاش انت لسه فتحاها. شايفين بالشكل ده؟ انا بقول لكم هنا انا قسمت لفة الجلاش على نصين ازاي، يعني هي تقريبا كانت لفة الجلاش حوالي 18 ورقة مش فاكرة بالظبط، انا ما عدتهمش، بس هما بيبقوا حوالي من 16 ل 18 ورقة. فانا اخدت حوالي 7 ورقات مع بعض او 8 ورقات مع بعض، عملتهم بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي. وبعد كده بقطعهم بالشكل ده. بقطعهم بقى على حسب الحجم اللي انا عايزاه. بس اهم نقطة في التقطيع بقى ان انتي لما تيجي تقطعي الجلاش تقطعيه لمربعات متساوية، يعني التقطيعة دي يكون المربع مربع مش مستطيل ما ينفعش يكون مستطيل. هقولك ليه دلوقتي. انا بصراحة هنا قطعت بالنظر كده. انتي بقى ممكن تجيبي مسطرة وتقيسي طول ورقة الجلاش بتاعتك قد ايه وعرضها قد ايه، وتحاولي تقسميها كده مظبوطة بحيث ان انتي تقطعي الجلاش يكون مربعات بالشكل ده، علشان لما تيجي تتني المربع كده على شكل مثلث يديكي مثلث مظبوط. شايفين بالشكل ده؟ لكن لو المربع ده جه مستطيل هتلاقي التانية دي مش مظبوطة، هتحس انها مش مقفولة صح على بعضها. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي بقى بدهنها مسحة من السمنة، وبحط الجلاش بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا حاولت ان انا احطه بالشكل ده يكون ماسك جنب بعضه كده علشان الصينية تاخد معايا. الصينية اللي معايا دي مقاس 30 في 40، خدت معايا لفة الجلاش كلها. هنا انا كنت بوريكم، شايفين لو هي الورقة متقطعة على شكل مستطيل او مهوش مربع قوي، هتيجي تقفليها تحسي ان المثلث بتاعك مش مظبوط، يعني في ورق كده زيادة شوية. هوريكي برضو تعملي ايه لو حسيتي ان التقطيع بتاعتك ما كانتش مظبوطة قوي، او يعني ما كانش طالع مربع مظبوط قوي. هوريكي تعملي ايه دلوقتي.
هكمل بقى الكمية كلها. نسيت اقول لكم صحيح كمان الورقة الاخيرة اللي احنا بنحطها الاخر مش بندهنها سمنة، خلاص بنقفل على كده علشان ايه، لما نيجي نقطع بالسكينة الورق ما يلزقش في ايدينا كده والورق يتحرك من على بعضه، يكون كله متساوي بالشكل ده. انا عملت بقى النص التاني من لفة الجلاش بنفس الطريقة، حطيت الطبقات كلها على بعض وبعد كده قطعتها بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن عشان برضو يديك الشكل المثلث مظبوط، بدل ما تقطعي بالعرض كمان ممكن تقطعيها بالطول بس، وبعد كده تتني مثلث وتقطعي، تتني مثلث وتقطعي، هيديكي برضو شكل مظبوط. بس انا بصراحة بحس ان التقطيعة دي هي اللي بتظبط شوية عن الطريقة التانية. شايفين؟ هنا بقى اللي انا بقول لكم عليه، لو حسيتيها طويله كده شويه او في جنب طويل شويه، اقطعي الجنب ده بالسكينه بالشكل ده وحطيه في النص واقفلي عليه المثلث كده، هيديكي شكل المربع. شايفين بالشكل ده اهو، حطيتهم في قلبها وقفلت المثلث. يعني مفيش حاجه صعبه علينا، هنحاول نظبطها يعني هنظبطها. هحط بقى الكميه بتاعتي كلها في الصاج بالشكل ده. انا بحاول احطهم كده جنب بعض علشان زي ما قلت لكم الصاج ياخد لفه الجلاش كلها، وانا مصممه ان هو ياخد اللفه، عماله ازقهم كده جنب بعض عشان ياخد معايا لفه الجلاش كلها، ما اعملش صينيه تانية. شايفين بالشكل ده؟ في الوقت ده طبعا انا كنت مشغله الفرن عشان يسخن معايا كويس جدا. بعد كده باخر معلقتين سمنه كده بندهن وش الجلاش بالشكل ده علشان يورق معانا كده، والطبقات كلها تاخد نفس اللون وتكون هشه وخفيفه زي ما شفتوها معايا كده في اول الفيديو. عايزه اقول لكم انا بشوف ناس كتير بتعمل مثلثات الجلاش دي من غير ما تورق الطبقات. بصراحه انا جربتها مره قبل كده ما عجبتنيش خالص، هقولك ليه دلوقتي. هوبا، شايفين الجمال ده؟ مش هتشوفيه بقى لو انت ما ورقتيش الطبقات. توريقة الطبقات او ما تدهني ما بين كل ورقة والتانية سمنة هي اللي بتطلع معاكي الجلاش باللون الموحد اللي انتوا شايفينه ده، والتسوية تكون مظبوطة وكل طبقات الجلاش بتاعتك من جوه مستوية واخدة نفس درجة اللون اللي واخداه من بره. لكن لو ما ورقتيش الطبقات وحطيتي سمنة ما بين كل ورقة والتانية، الطبقات اللي من جوه بيبقى لونها ابيض زي ما هي، بتحسيها بعد ما الجلاش يبرد بتبقى معجنة، مش مقرمشة، مش هشة، مش مستوية اساسا. لكن لازم تعملي الطريقة اللي انا وريتها لك دي، بيطلع معاك الجلاش بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، منفوخ كده وهش، وكل طبقة بعيدة عن التانية زي ما وريتها لكم كده في اول الفيديو. وطبعا كل الطبقات من جوه واخدة نفس درجة اللون اللي واخداه من بره ده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. تعالوا بقى اكلمكم عن التسوية المظبوطة في فرن البوتاجاز. بنشغل الفرن قبل ما بندخل الصاج بحوالي كده 5 دقايق 10 دقايق عشان يسخن كويس جدا. بعد كده بننزل الشبكة على الرف الاخير خالص وبنحط الصينية عليها. النار متوسطة مايلة للهادية شوية، يعني مش هادية، هي متوسطة. بيقعد معايا في الفرن من نص ساعة ل35 دقيقة ل45 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. اهم حاجة تسيبيه براحته علشان ياخد الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين التوريقات والطبقات؟ ما تشغليش الشواية وتستعجلي عليه، سيبيه ياخد اللون الموحد ده طول ما هو بيستوي. حاولي تلففي الصاج كده كل شوية عشان ياخد اللون الموحد معاكي. اول ما بيخرج من الفرن وهو سخن بنديله الشربات، والشربات يكون بارد. هقولك على طريقته واحنا شغالين كده مع بعض، بس تعالوا نعمل الكريمة بتاعتنا. معايا نص كوباية من الكريم شانتيه الخام اللي بدون سكر، ضفت معاها معلقة كبيرة مش مليانة قوي من السكر البودرة، وربع كوباية من الكريم باستري، وممكن تستغني عنها وتزودي الكريم شانتيه بتاعك شوية. بعد كده ضفت نص كوباية من اللبن الساقع كويس جدا، والنص كوباية التاني ضفته بالتدريج لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه ده. يعني اخدت معايا حوالي كوباية من اللبن، اهم حاجة يكون ساقع كويس جدا. بشيل بقى الكريمة بتاعتي كده في كيس حلواني وادخلها التلاجة لحد ما نحضر باقي المكونات بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل الفستق الكداب بتاعنا. انا معايا هنا حوالي 200 جرام من السوداني، جرشتهم كويس جدا في الكبة. اخدت كده اللي طلع ناعم معايا علشان هنحطه يكون شكله سوداني، واللي هيطلع معايا خشن كده هاخده تاني في الكبة علشان ده اللي هنعمل منه الفستق الكداب. لان طبعا احنا عارفين ان الفستق بيكون فيه زي حبيبات كده كبيرة شوية، ما بيكونش مطحون قوي. اللي مطحون قوي بقى ده هناخده كده في طبق لوحده علشان هنحطه برضو مع الجلاش. تعالوا بقى ناخد اللي احنا هنعمله الفستق الكداب ده. جبت حوالي نقطتين كده من المية زي ما انتوا شفتم معايا كده،
ضفت عليهم الوان طعام صحية، دي الوان جل جميلة جدا. بضيفها بقى عليها في الكبة وبديها فرمة كده ضرب متقطع علشان اللون يمتزج كده مع السوداني كويس جدا. بعد كده باخده في طاسة على نار هادية جدا زي الشمعة، مع التقليب المستمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان نطلع الرطوبة اللي دخلت في السوداني من نقطتين المية اللي احنا ضفناهم، عشان يكون ناشف زي المتحمص كده، علشان يعيش معاكي اطول وقت. شايفين الفستق بتاعنا عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. هنسيبه بقى لما يبرد تماما، وتعالوا بينا نقفل الجلاش بتاعنا. طبعا الجلاش بيكون برد تماما، يعني عايزه اقولك ده كان تاني يوم سبت الجلاش، وبعد كده بدأت اعمل المكونات التانية زي ما شفتوها معايا كده. بحاول بقى افتح كده الجلاش بالراحة خالص عشان ما يتكسرش معايا. حاولي كده تجيبي نص المثلث بتاعك، يعني مش هيجي معاكي بالظبط قوي، مفيش اي مشكلة. حاولي بس تجيبي النص كده، وتحط بقى الكريمة في النص بالشكل ده، وبعد كده تنزليها في السوداني او في الفستق الكداب، وهتبقى معاكي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هوريكي كمان واحدة. هنا انا بحاول افتح اجيب نص الطبقات بالظبط بالراحة خالص، لان طبعا الجلاش مقرمش جدا وهش جدا ما شاء الله عليه. شايفين من قلب الجلاش من جوه لونه نفس لون الطبقات من بره، ما هوش لونه ابيض ولا طري كده ولا لين خالص، لا مقرمش جدا. شايفين الجمال؟ ما شاء الله مقرمش لحد الطبقات اللي جوه، يعني من وانت بتاكليه كده بتاكلي حاجة هشة تحت اسنانك، مفيش حاجة من جوه طرية مجلدة لينة، لا انسي الكلام ده خالص. اتبعي الخطوات زي ما انا قلتلك بالظبط في الفيديو، هيطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ احط بقى المرة دي في الفستق. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. احنا عملناه السنة اللي فاتت مع بعض برضو على القناة، كان بنفس الطريقة دي، كان جميل جدا. شايفين التوريقات؟ ما شاء الله. شايفين من قلب الجلاش من جوه عامل ازاي؟ لونه موحد جدا. تعالوا بقى اكلمكم عن الشربات واحنا شغالين كده، لان انا ما عملتوش في الفيديو، لان زي ما قلت لكم كنت عاملاه من ضمن تحضيرات رمضان. كنت عامله كميه كبيره على بعضها. وهو عبارة عن ايه؟ معايا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية من المية. ده الشربات المظبوط اللي انا بحبه، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. بديهم تقليبة كده مع بعض، وبعد كده ارفعهم على نار عالية لحد ما يبدأ يغلي معايا. اعصر عليه نص ليمونة، وبعد كده اسيبه حوالي 10 دقايق 7 دقايق كده يغلي على نار متوسطة. وبعد كده اديله كيس من الفانيليا واطفي عليه، خلاص كده جاهز معايا. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت عامله كميه على بعضها، فاخدت لي الجلاش ده حوالي كده كوبايه ونص من الشربات، يعني على حسب الشربات اللي انت عايزه تحطيه، وعلى حسب انت عايزه تحطيه مسكر او يعني مظبوط زي ما انت حابه بقى. انا عملت شويه بالسوداني وشويه بالفستق الكداب، وسبت شويه فاضيين كده، كان طعمه خطير. سامحوني لو الفيديو كان طويل شوية، انا حاولت اسرع في بعض المقاطع علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، بس حبيت اقول على كل التفاصيل اللي في الوصفة بتاعتنا النهاردة عشان يطلع معاكم بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هجيبه لكم كمان من قريب علشان تشوفوا كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. انا هنا في الاخر حبيت اديله كده رشة من الشربات خفيفة، حاجة كده بسيطة جدا. شايفين الفستق الكداب بتاعنا؟ شايفين توريقات الجلاش؟ ما شاء الله. شايفين كمان الجلاش من تحت واخد لون جميل جدا، ومن فوق واخد لون خفيف كده، وكل الطبقات زي بعضها ما شاء الله عليه. شايفين التوريقات اللي انا بقول لكم عليها؟ ما شاء الله جميل جدا وطعمه خطير. جبت لكم كمان اللي انا ما حشتهوش بالكريمه اللي هو الساده، علشان تشوفوا كل الطبقات والتوريقات. شايفين؟ ما شاء الله. شايفين الجمال؟ جميل جدا وسهل وبسيط، مش هياخد منك وقت خالص. اعمليه كده في العزومات في رمضان، حاجه كده هتشرفك. وبكده الفيديو بتاعنا خلص خلاص. يا رب يكون عجبكم، واتمنى ان انتم تجربوه. ولو عجبكم ما تنسوش تدعولي دعوه حلوه من قلبكم، وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو، لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.